باتت مباراة نصف نهائي كأس العرش الأولى بين فريق الرجاء البيضاوي وأولمبيك أسفي بتفوق فريق الرجاء بهدف لصفر مع الإطار الوطني بدو الزكي مدرب فريق أولمبيك أسفي سيبدو يعني 90 دقيقة حدات المتأهل الأول لنهاية كأس العرش. أنت كمدرب فريق أولمبيك أسفي هل أنت راضي على أداء لاعبي فريق أولمبيك أسفي هذه 90 دقيقة؟ ولكن هنا فريق الرجاء على التأهيل تاعو مع كامل الاسف حنا ما كناش في الشوط الاول بشكل اللي بغينا، درنا اخطاء كثيره ولا في الموضوع لا في لابويسون بالون، وكانت تلعب مع فريق اللي هو عنده الجو اللي هو مرتاح نفسيا. حنا كيبان بان المباراه ديال النصف وكذلك داكشي اللي بغاو يديروا اكثر من الجهه تاعهم، طاحوا في التسرع وطاحوا في الضغط وطاحوا كذلك حتى في الثقه عند امتلاك الكره او عند افتقاد الكره. على العموم في الشوط الثاني تحسنا كثير، ولكن مع كامل الاسف جاو بعض الفرص اللي كنا نسجلوا اصابه ديال التعادل وخالنا الحظ، ولكن بكل صراحه الفريق ديال الرجاء كان قوي منا اليوم. شكرا للإطار الوطني بدر زكي مدرب فريق أولمبيك أسفي. يحضر معي محمد فاخر مدرب فريق الرجاء. بداية هنيئا لفريق الرجاء بالتأهل لنهاية كأس العرش. سي محمد، يعني فريق الرجاء حسم في 90 دقيقة في أمر هوية أول أطراف النهائي واللي هو فريق الرجاء البيضاوي. وكنظن ان النتيجه منطقيه بحكم الاداء الجيد ديال اللاعبين ومشكورين على هذا الاداء الجيد. خلقنا عده فرص تسجيل. كنظن ان المقابله كانت تنتهي في الشوط الاول كانت تنتهي بالمره، ولكن للاسف النجاح الهجومي اللي بقى الان كان تابعينا لنا منذ انطلاقه البطوله وحنا كنأديو اداء جيد، ولكن النجاح ما كايناش. كنا غنخلصوا في هذه المقابله لينيفيكاسيتي ديال المهاجمين، ففي 8 ولا 9 الفرص واضحه يلا سجلنا منهم وحده، وهذا ضعيف جدا. ولكن الاداء عامه اللاعبين مشكورين على الاداء ديالهم وعلى الروح القتاليه اللي كانت في المقابله، وكنظن ان النتيجه منطقيه. نعم، ضياع محاولات في المقابل تألق حارس فريق أولمبيك أسفي كان وراء من الضياع على فريق الرجاء البيضاوي اكثر من هدف. هو كنت هضرنا على ياجور على المقابله باش ترد لي الثقه، قال لي انت اللي غتحسم في هذه المقابله ان شاء الله، وكان ديما الثقه ديالي فيه لان كيخلق عده فرص تسجيل، ماشي بالسهل باش تخلقها ولا بالسهل، ولكن ليفيكاسيتي ما كايناش الان. عطيها بالدار كما تقول لا شونس لوي تغلودو، مي سا ريست ان بون افون سونتر و لو فيليسيت اوجوردي بور لا كاليفيكاسيون اللي عطانا. الان عين محمد فاخر وعين فريق الرجاء على المباراه الثانيه نصف نهائي كاس العرش بين رجاء بني ملا ودفاع الحسن الجديدي. كيف كتشوف هذه المباراه وشكون كفه اي فريق من الاثنين راجحه؟ وكنظن ان الفريقين معا ما وصلوا لتما الا عندهم امكانيات. كيف ما كان الحال ما في مقابله ديال الكاس ما تقدرش تكهن، رغم ان على الورق كتخلي ان فريق الجديدي هو المرشح، ولكن على الارضيه ديال الملعب حاجه اخرى. دابا هذاك البرونوستيك اللي عاطي الناس للدفاع الجديدي خصو في ارض الواقع يترجم. ففريق الملالي ولا غيجون بني ملال كلها طموح باش تلحق النهايه، كذلك الفريق الجديدي وكل واحد كيطمح يلعب النهايه ولما لا يفوز بها. فالطموح مشروع للفريقين معا، ولكن كتبقى حقيقه الملعب هي اللي غتحكم. شكرا محمد فاخر مدرب فريق رجاء البيضاوي. هنيئا مرة أخرى لفريق رجاء البيضاوي في انتظار بداية مباراة ثانية، مباراة نصف نهائي كأس العرش بين الدفاع الحسن الجديدي ورجاء بني ملال. نعود إلى استديوهات قناة